السلام عليكم ورحمة الله، شخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا رب وفي مزاج جيد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير المخمار اولا البطبوط. صراحة كيجي رائع جدا، كيجي خفيف وكيجي خاوي من الداخل، كيجي مهوي ورطب بزاف. حضروه هكا بما ان دابا الجو بدا كيبرد فكنحتاجو هكا بعض الوصفات هكا اللي بلديين. صراحة راه كيجي غزال، هذا كيجي غزال. كنتمنى تبقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير، وما تنسوش ليا لايك، جزاكم الله خيرا. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو هنايا انا كميه ديال الطحين، عندي تقريبا 1 الكيلو وربع ديال الطحين. غندير مع شويه ديال الملحه كتبقى على حسب الرغبه اختياريه، ممكن ديروا معلقه كبيره. غادي ندير 2 معالق كبار ديال خميره الخبز، وندير 2 معالق ديال السكر سنيده اللي ممكن تعوضوها ب2 معالق ديال العسل، اولا ديروا حتى 3 المعالق ديال السكر باش هكا يتحمر لكم مزيان. صافي غنخوي عليهم شويه د الماء دافي وغنخليهم تقريبا 10 دقائق، ومن بعد رجعت ليهم لقيت ديك الخميره صافي راه اختمرات وتجانسات مع الملحه والسكر صافي. وكنبدا كنجمع الخليط ديالي بالماء. هنا الماء راكم عارفين دابا الجو بدا كيبرد، كاين بعض المناطق اللي عندهم حتى الشتاء، فمن الاحسن ان الماء يكون ماء هكا ساخن، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش تاني بارد. صافي كنحاول انني نجمع العجين ديالي بالماء. وبالنسبه للعجين راه غادي تكون كتلصق في اليد. هنا انا واخا سرعت الفيديو عفوا، راه خليته كيف ما هو. شوفوا معايا هنا بدات كتلتصق، فغادي نخليها واحد 5 دقائق ورجعت ليها من بعد. صافي هنايا غادي نحاول نضيف طاولة العمل، فخليت دوك المكونات تجانسو اللي درنا في الخليط ما بين السكر والملحه والخميره. خليتهم 5 دقائق ورجعت غندير على سطح العمل، وغادي نبدا كندخل شويه ديال الماء شويه بشويه. وانا كندي ديك الماء كندلكها ما حتى شي حاجه، فقط كنرش بشويه ديال الماء وكنبقى كندي العجين كنديها ونجيب على سطح العمل حتى غادي تبدا تلتصق ليا في سطح العمل، وكتلتصق كذلك حتى في اليد ديالي. فبهالطريقه هذه راه داك المخمر ديالكم كيجي مهوي من الداخل. فتقريبا كناخذ واحد الكاس ديال الماء من بعد ما كنخلط العجين كنجمعها. كناخذ تقريبا كاس ديال الماء وكنبقى كندلك به العجين ديالي هكا كنرش. وبهالطريقه هذه راه كيف ما هنايا غنحاول نوضحها لكم في الفيديو حتى كيبدا داك العجين عندنا كيلتصق على طاوله العمل. ممكن تعجنوه حتى في القصريه، انا بالنسبه لي كتجيني هكا على سطح الطابله كيجيني احسن. صافي هنا تقريبا كيف ما قلت لكم خديت كاس ديال الماء هو اللي بقيت كنخدم به داك العجين ديالي حتى تحصلت عليها بهذه الطريقه هذه. صافي هنا نضيف طاوله العمل ونوريكم. صافي دهنت اليد ديالي بشويه ديال الماء وغنحاول كذلك هنايا غير نديها ونجيبها شويه ونخليها نغطي عليها وغنخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها وتختمر لينا مزيان. فالصراحه هاد الطريقه ديال الاختمار هي اللي كتخلي داك المخمار ديالكم كذلك على السير ديال العجينه انها تكون مرخوفه بزاف، هو اللي كيخلي المخمار ديالنا كيجي خاوي من الداخل، ما كتجيش فيه ديك البابه. هنا صافي خليتها واحد الساعه تقريبا وهي كتختمر ورجعت ليها. غنحاول هنايا نديكازيها نحيد لها داك الهواء ونرش طاوله العمل بشويه ديال الطحين. صافي كنخوي العجين ديالنا ونقطعها هكا كريات صغار. بالنسبه لي انا راه خرجت لي تقريبا شي 12 حبه او راه 12 مخمره. ففي الاول درت اليد ديالي من بعد قطعت بهاد الكوباد وكنجمع العجين. ضروري تستعنوا بشويه ديال الطحين. انا هنا درت غير الدقيق الابيض، ما استعملتش حتى شي هكا لا فينو ولا حتى شي حاجه، لا سواء في العجين ولا كذلك حتى فاش بغيت نجمع هكا الكوريات. ممكن ديروا الفينو الا بغيتو. فالصراحه هاد الطحين بما ان العجين راه كتلتصق كتبغي شويه ديال الطحين. صافي هنا غنغطي بهاد
شويه ديال السلوفان وغادي نغطيها ونخليها تقريبا، خليتها تقريبا واحد 10 دقائق حتى ترخفات وكذلك اختمرت شويه. وصافي غادي نطلقها باليد ديالي. تقدروا تستعنوا كذلك حتى بالمدلك الا بغيتوا تزربوا بسرعه. شوفوا معايا العجين كيفاش ناجح، حتى كدير دوك الفقاعات فاش كنبدا كنقرصها. هنا كتعرفوا راه العجين ديالكم ناجح وان شاء الله المخمار ديالكم يجيكم زوين. كيف ما قلت لكم ممكن تقرصوها باليد ديالكم ولا تستعنوا هكا بالمدلك. فالصراحه حتى هو كيسرع المأموريه وبسرعه كتساليو. وغادي نخليها هنايا تختمر المره الثالثه. خليتها تقريبا واحد ما وصلش نص ساعه، شي ثلث ساعه تقريبا. ضروري تغطيو عليها مع دابا الحال شويه بارد. درت المقلاة كتسخن وغادي نبدا نخبز المخمار ديالنا. فصراحه حبذا لو ان تكون عندكم هكا المقلاة خفيفه، هذه اللي كتخبزوا فيها البغرير، تكون شي وحده عندكم هكا خفيفه هي اللي تخبزوا فيها البطبوط. وتبقاو ديك المخمره كتبقاو تقلبوها حتى كتنتفخ. هنا شوفوا معايا ما شاء الله، عرفتوا راه كيتنفخ كامل ناجح 100%. حتى شي وحده فيهم ما جاتني هكا مدقصه ولا من الداخل معجنه، كله جا شكل واحد وجا حجم واحد كذلك. صراحه حنا صافي ولفنا عيننا ميزاننا هي كل شيء. راه ممكن هنايا تستعنوا بشي ساكل ولا شي طبسيل وتقرصوا على الحجم ديالو. صافي غنستمر هنا حتى غنطيب الكميه كامله اللي عندي ديال المخمر. وهنا راني ما قطعتش الفيديو واخا سرعته شويه، ولكن خليت لكم لقطات باش تشوفوا معايا المخمر وهو كيطيب كيفاش كيختمر وحتى الطريقه باش كنطيبو. انا راه كنبقى كنقلب كل وحده. هنا خدمت بجوج مقلات باش نسالي بسرعه. درت هذه ديال الجرانيت ودرت العاديه طيفال. وشوفوا معايا المخمره ما شاء الله فوق كنبقى نقلبها جوج مرات ثلاثه صافي داك الهواء اللي كيكون فيها كتنتفخ. شوفوا معايا كيفاش كيجي ما شاء الله، راه كيجي ولا اروع. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المخمار ديالنا. هنا انا طيبت واخا هكاك ما بغيتش نحمرو مزيان حيت غادي نحتفظ به في الثلاجه ولا في المجمد. وقت ما بغيتو راه كنجبدو بحال يلاه صايبتو. وغادي نوريكم هنا كنحاول انني نوريكم راه كيجي رطب بزاف، رغم انني ما درت ليه حتى شي اضافه لا محسن الخبز لا خميره الحلويات لا معلقه الخل لا حتى شي حاجه. وما شاء الله كيجي غزال بزاف. ودرته فقط بالطحين، طحين الفرينه او الفورس. وشوفوا لي ما شاء الله كيفاش كيجي من الداخل خاوي. غير هكا ديرهم صغيورين وتعمرهم بشويه ديال الكفته ولا شي حشوه عندكم هكا، حشوه بارده ولا حشوه سخونه. كنتمنى وصلتوا حتى لهنايا. ما تنسوش ليا لايك للفيديو وجزاكم الله خيرا. بارطاجيو الفيديو وبارطاجيو القناه مع الاهل والاصدقاء ديالكم. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما فيها باس تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. والى اللقاء مع فيديو جديد ومع وصفه جديده.